يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا بعد غياب، بقالنا كتير قوي يا جماعه غايبين. استنى بس كده البس النضاره عشان نتكلم مع بعض. بقالنا كتير كده غايبين مع بعض، رجعت تاني النهارده بفيديو. الفيديو ده كان المفروض ينزل حبه حلوين. بس انا عندي ظروف والله يا جماعه هي اللي منعتني اصور. انا بقالي كتير ما اتصورتش، بقالي كتير ما قعدتش قدام الكاميرا، مع اني انا عندي فيديوز كتير قوي على التليفون، بس ولا في نفسيه ان انا منتج، ولا في نفسيه ان انا اقعد ابص الفيديوهات ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي وايه اللي عايز يتصور وايه اللي مش عايز يتصور. مفيش. ف... فانا نفسيا ما كنتش احسن حاجه، كنت مدمره شويه، واللي عندي الانستجرام هو اللي هيبقى عارف. بس رجعت تاني واحده واحده، لان لقيت ناس كتير قوي قالوا لي انت هتسيبينا ساعه الامتحانات، وانت هتسيبينا، ده احنا الامتحانات جت صعبه. انا جايه النهارده اتكلم عن امتحان الفيزياء وامتحان الكيمياء، كله جايه اكلمكم. اكتر مسج وجعتني وخلتني ان انا اصور ان جالي حد قال لي انا سلمت حلمي مع ورقه الكيمياء. فهنا قلت لا، انا كده بقى لازم اطلع اصور فيديو ينزل لهم ونشوف بقى الدنيا فيها ايه، لان هم كده محتاجين دفعه ان هم يكملوا. فجاي النهارده اكلمكم عن امتحان الفيزياء وامتحان الكيمياء، وهقول لكم تعمل ازاي تلموا امتحان الانجليزي. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه مش مشتركين علشان يوصلكم مني كل جديد، وتعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل كل الطلاب. ما تبخلوش عليها خالص باللايك والشير. جات لي مسجات كتير قوي ساعه امتحان الكيمياء. بصوا يا جماعه، اللي عايزه اقوله لكم ان امتحان الكيمياء كان متوقع ان هو يجي صعب، هو والفيزياء، لان انتوا بداتوا العربي تحفه ما شاء الله، اللغه التانية تحفتين عظيم جدا. فاللي هو كلنا بقى كنا متوقعين ان التنسيق هيعلى وخلاص كده التنسيق هيضرب بقى. فانا كنت متوقعه ان هيجي ماده هتمرجحكم. يعني ايه؟ هو النظام الجديد معتمد ان انت التنسيق يبقى قليل، ان طب تخش من 90% و80% وكده، وان الاول اصلا ما يتعداش ال90، يعني الاول يبقى جايب 90%. فهو كان متوقع ان تيجي مادة تبقى صعبة. فمن سوء الحظ يعني ان هم لعبوا على المواد اللي الشغل فيها بيبقى كتير شوية، اللي هي زي الفيزيكس والكيمستري والحاجات دي. طيب، جه بقى مسجات كتير قالوا لي ان الكيمياء كانت صعبه والكيمياء كانت وحشه والكيمياء ما كانتش احسن حاجه والكيمياء سلمنا حلمنا معاها والكلام ده. الكيمياء صعبه، هي صعبه على الكل، مش صعبه عليك انت بس. وانا قلت لكم قبل كده ان اللي انا عرفته يعني ان اللي حط امتحان الكيمياء اتحول للتحقيق قبل ما الامتحان يخلص، وان هم كانوا بيراجعوا هيشوفوا هيعملوا ايه. طبعا مفيش كلام. فخلاص انسوا، انا قلت لكم انسوا واللي راح خلاص وركزوا في اللي جاي، حاولوا تعوضوا في المواد اللي جايه. طيب، جه بعديها قالوا لي الفيزياء خرجوا الشباب قالوا الامتحان كويس. في اللي قال لي الامتحان كان صعب. هو انا كده العيب فيا ولا ايه؟ لا، هي العيب مش فيك، هي الفكره ان هم بالنسبه لامتحان الكيمياء قالوا ان هو كان سهل كويس، الامتحان عادي اللي هو المتوقع اللي هو بيجي فوق المتوسط شويه. فهم قالوا ده سهل، اللي هو كله بقى الحقينا، هو احنا كده بنعمل ايه؟ احنا بنعك، طب احنا نعمل ايه؟ هو احنا كده حلنا صح حلنا غلط عملنا ايه؟ مفيش. فاللي انا عايزه اقوله لكم ان لازم يجي ماده تبقى فيه دي اللي تظبط التنسيق، لان هو جاب لكم العربي سهل جدا وكلكم خرجتوا مبسوطين وقلتوا الحمد لله الامتحان جميل وتحفه ومش عارفه ايه، وجالكوا اللغه التانية برضه كانت كويسه. في منكم اللي قال ان هي كانت كويسه جدا، وفي منكم اللي قال ان هي كانت محتاجه شويه وقت زياده. المهم يعني ان هي في المجمل كانت كويسه. فقالوا لي برضو كانت كويسه. فاللي هو خلاص كلنا كده توقعنا ان التنسيق عالي، خلاص كده طب كده 99%. فانا كنت عارفه انه هتحصل حاجه، لان انا كنت في ثانويه عامه خلاص يعني، ما بقاليش كتير خارجه منها. ف... فانا كنت متوقعه ده. فالحمد لله يعني على كل حال. واللي انا عايز اقوله لكم ان خلاص اللي راح انسوه، ركزوا في اللي جاي، معاكم مواد تانية تعوضوا فيها وان شاء الله خير. بالنسبه لامتحان التاريخ برضو قالوا ان هو صعب، فزي ما قلت لكم هو لازم ماده تيجي صعبه، فان شاء الله خير يعني. فنيجي بقى الامتحان الانجليزي، لان انا عايزاكم تخلصوا امتحانات. والله العظيم يا جماعه انا بعد لكم الايام، انتوا هتخلصوا الخميس اللي بعد الجاي، النهارده الثلاث، فانتوا هتخلصوا الخميس اللي بعد الجاي وان شاء الله خير يعني.
فانا عايزاكم تخلصوا. لا انا تعبت لكم زهقت لكم كل حاجه مليت ليكم خلاص. حصل خير يعني. امتحان الانجليزي بقى هقول لكم على كام حاجه كده تظبطوا الدنيا فيها، بحيث ان انتوا لما تخشوا الدبانه لازم تقف هنا لازم. هقول لكم كام حاجه كده تظبطوها بحيث الكي فوكابلري. الكي فوكابلري دي عايزه اقول لكم ان هي مهمه جدا، وانا نبهت عليها من اول السنه او طول السنه بنبه عليها يا جماعه. الكي فوكابلري مهمه جدا. تاني حاجه النوت دي مهمه جدا 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 جدا، وبيلعب عليها كتير قوي. ممكن يجيب لك جمله ويقول لك الجمله دي بتشير لكلمه ايه، او يجيب لك كلمتين ويقول لك ايه الفرق بينهم، او امتى دي بتحط هنا وامتى دي بتحط هنا. فدايما ركزوا عليهم قوي. كمان القواعد التراكميه زي والان والزاء دي مهمه جدا جدا، وبيلعب عليها قوي 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 في الامتحان. عايزه اقول لكم ان دي من اهم الحاجات اللي هو بيلعب عليها. متهيألي انا الامتحان بتاع السنه اللي فاتت واللي قبلها كان اغلب الامتحان والان والزاء. ودايما دايما دايما هتخرجوا من الامتحان انت وزمانك مختلفين، هي ولا ان ولا ذا ولا نو ارتكل دايما. فدايما ركزوا على الحاجات دي، وعرفوا الاب تيجي امتى والام بتيجي امتى والذا بتيجي امتى، وامتى نحط نو ارتكل، كل ده لان ده دايما بيجي في الامتحان. تالت حاجه دي رابع حاجه اللي هقولها. رابع حاجه الجرامر ما بيجيش كتير. يعني انت الجرامر اللي انت بتاخده كله ما بيجيش جملتين 3 على بعض في الامتحان، هو بيعتمد على فهمك للجرامر، فهو بيجيب لك جمل على كده. لكن ان هو هيجيب لك الجرامر والقاعده هي مش هتلاقيها قوي، يعني مش هتلاقيها كتير. هتلاقيها جمله او جملتين. مش معنى كده ان انت ما تذاكرش الجرامر، لا ذاكر الجرامر واهتم بيه، بس خلي في دماغك ان انت مش هتخش تلاقي الجرامر اللي انت واخده طول السنه هو اللي موجود. لا، هتلاقي في حاجات من بره، هتلاقي في جمل بناء على استنتاجك، هتلاقي حاجات كتير قوي بناء على فهمك للجرامر مش الجرامر نفسه. تمام. اللي هقول لك ركز عليه في الجرامر بس، لان ده اللي مفيش امتحان بيخلى منه حرفيا. ده اللي ممكن يرفعك لسابع سما وينزلك لسابع ارض. المبني للمجهول. المبني للمجهول حرفيا اكتر قاعده بتخلي الطلاب يغلط. المبني للمجهول لو جه في الامتحان انت لازم تركز مره واثنين وثلاثه في السؤال، وتبص السؤال ده صح ولا غلط. دايما هتلاقي الاجابه اللي هي المفروض انت ما تختارهاش اول اجابه، الاجابه بتاعت المبني للمجهول اخر اجابه ورا، تلاقي في اخر الاختيارات. فانت دايما ركز 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 لما يلاقي لك جمله المبني للمجهول، لان دي هتبقى جمله بتوقعك. فانت ركز كويس جدا، حل كل الامتحان والمبني للمجهول اركنه على جنب لحد لما تخلص كده وهتفكر فيه بروقان. دايما هتلاقي قطعه سهله وقطعه صعبه. القطعه الصعبه برضو يعني حاول تخليها للاخر. المهم ان انت تحل الجرامر، تحل التشوز، تحل كله، خلي القطعه الصعبه دي للاخر. تمام. بس وفي النهايه عايزه اقول لكم ان الامتحان ان شاء الله هيجي كويس. يعني كلنا كنا خايفين من امتحان الانجليزي والحمد لله كان جاي كويس جدا. فاكم يعني وان شاء الله خير. وانا اسفه ان انا اتاخرت عليكم في الفيديو يعني، بس والله يا جماعه غصب عني ان انا مش عارفه اصور. وانا قلت لكم قبل كده ان انا كان عندي ظروف كنتش مخليني عارفه اصور خالص. كل متابعني على الانستجرام هيبقى عارف يعني. لو مش متابعيني روحوا تابعوني هناك، هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، وده الانستجرام بتاعي. وبس كده، هتوحشوني جدا جدا. في الفيديو الجاي.